السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليه. بصوا يا حبايب قلبي، احنا هنعمل النهاردة شوية محشي يستاهلوا بقكم. يا ريت كده تسمعوني وما تقفلوش الفيديو عشان تشوفوا التركات بتاعتنا للآخر. وأنا والله العظيم بسمع ناس وبشوف ناس بتعمل حوارات للمحشي دوت وبتكتر فيه حاجات غريبة وتحط معرفش كام صنف توابل. انا بكلمكم بجد والله، مش بفخر في نفسي، بس هي دي الحقيقة. يعني في واحدة مثلا تحط قرفة للمحشي، هل ده يعقل؟ يعني ان شاء الله حد يحط قرفة للمحشي؟ حد يحط نعناع للمحشي؟ الكلام اللي هو بيقولوه دوت. وتوابل المحشي تروح تجيب من العطار توابل المحشي. توابل المحشي يا جماعة مفيش ابسط ولا احلى منها. وخليكم معايا في الفيديو الفظيع دوت، والله العظيم هتشوفوا المحشي على بساطته وعلى جماله، وهيطلع منك يعني هتتفخري بيه بجد يعني، ويشكروا فيكي ويضحكوا بجمالك في ان انت عامله محشي ليه طعم وليه جمال وليه سكر. حتى لما تاني يوم بيبات بيحلو اكتر. انا بقول لكم بالنسبه للي انا بعمله، يا ريت تشوفوا الطريقه وتدوني بس الدعوه وتشتركوا في القناه وتعلقوا لي كده وتدوني التعليقات الحلوه، تكبروا بيا كده هوت وانا بتفخر بيكم بجد يعني. يا ريت. دي فراخ طبعا، احنا هنعمل مع الفراخ طبعا. عندنا ولادي في اللي بيحب المسلوق وفي اللي بيحب المحمر. خليكي معايا للفيديو ان شاء الله، كل حاجة هتبان. واللي باين على الوش دوت طبعا احنا غلينا المية قوي ونزلنا بالفراخ بتاعتنا. لازم تغلي المية عشان تاخد صدمة حلوة. لازم. اوعي تبقى المية باردة كده وتحط تديكي زفارة بعيد عنك، تبقى حاجة يعني وحشة قوي. حطينا فلفل اسود وحطينا لورا وحطينا مرقة دجاج، وحطي شوية فص مستكة كده، ما تكتريش عشان بتمرر. ادي اصول سلق الفراخ الحلوة بتاعتنا اهو، لان كمية فعاملين حلتين. وده طبعا بنسلق الكرنب اهو. انا قاعدة في الارض لان انا يعني بعيد عنكم مريضة قلب وتعبانة، ما بقدرش اقف خالص. ربنا يعافيكم ويشفيكم يا رب، ويشفي كل مريض ويخلي لكم صحتكم ما تتحرموش منها. قطعنا الكرنب كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، وبنزل بسليق الكرنب ده بميه ساقعه عليه عشان اوقف حراره الميه عشان ما يتهريش. ونقور البدنجان اهو. بنتي جايبالي البدنجانيه، والبدنجانيه الله اكبر عليها. بصوا بقى سليق الشوربه وهي بتتسلق يا جمال. وحطي مرقه دجاج، ناسي اقول، حطي مكعبين مرقه في الشوربه كده. وهنا طبعا عملنا حوالي نص كيلو بصل، شوحته بس كده، اوعي تحمريه، اوعي تحمري البصل، تمام. وحطينا فلفل اسود، نزلنا عليه بالطماطم، حطينا فلفل اسود وحطينا كمون وتوم وفلفل حامي قطعيه كده قرون. ادي تتبيلات المحشي اللي على اصوله. اقول لك تاني: فلفل اسود، كمون، توم، ملح، فلفل حامي قطعيه قرون كده، ومرق الدجاج. هي دي مفيش غيرها. سبكنا التسبيكه طبعا، احنا حاطين كله ني في ني، وبعد كده بنسبكه زي ما انت شايفه يا حبيبه قلبي. وحطينا جواه خضره وهي التسبيكه بتتسبك عشان ناخد طعم الخضره الجميله بتاعتنا في التسبيكه. لازم ترمي في التسبيكه خضره، تمام. وبعد كده حطينا الرز بتاعنا، وحطينا خضره تاني اللي باينه قدام حضراتكم، خضره دي فريش كده من غير التسبيكه. كلي محشي وادعيلي والله العظيم ما تقولي لعدوك على المحشي بتاعي ده. اللهم بارك، مش فخر بنفسي قسما بالله. كل ده على طريقة المرحومة الغالية أم حبيبة قلبي، الله يرحمها، بمناسبة عيد الأم ويجعل مسواها الجنة. وده توم وكمون وكزبرة، توم وفلفل، لا، توم وفلفل حامي وكزبرة. دي طشة الملوخية بتاعت أمي، الناس الأصيلة بتاعت زمان اللي تاكل من بقها كده الأكل مسكر بجد، بدون حتى ما كانوا بيحطوا مرق الدجاج حتى ولا يعرفوها. ما كانوش بيحطوها ولا يعرفوها. انا بنت شادية اهو بنت شادية الغنام اهي. سامعين؟ سلمي عليهم، قولوا لهم اعملوا لايك لماما. الله
اعملوا لايك واشتركوا في القناة، يشرفني اشتراككم عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله تجربوا المحشي دوت بجد بجد وتدعولي. وده بقى غطا انا مغطياه بورقة كرنب كده، بتكتمه وتخليه جامد جدا جدا جدا. ولو شفتوا اي حاجة جري في الفيديو او كده صدقوني هو كان بايظ، ويعني بصراحة بنت عدلت فيه كتير قوي قوي، لان البنت الصغيرة بوظته، خدت التليفون وبوظت الفيديو ده. لكن والله كل التفاصيل عاملاها لكم، والتفاصيل الشاطرة اللي ما تروحش تجيب توابل المحشي من عند العطار. هي دي بقى الخايبة بجد، انا بقى بقول كده بجد، الخايبة اللي بتروح تجيب توابل للمحشي. توابل المحشي مفيش ابسط منها خالص. طبعا احنا خلينا فراخ مسلوقة لولادي، وحمرنا للي عايز المحمر، وشيلنا جزء برضو لان احنا عاملين ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بصوا بقى التقديمه بقى، تاخيره مقدمه نهايه الاكل بعد الشقه. احنا بنشقى وبنتبهدل عشان نعمل الاكله الجامده دي، فظيعه والله العظيم ثلاثة. اللهم بارك، بألف هنا وصحة على قلبكم وعلى قلب اللي هيجربوها. يلا اعملوا الكرنب بقى على الطريقة المصرية، على طريقة أمي. اشتركوا في القناة.